كيف تصلح أحوالك؟ كيف تزال عنك الهموم؟ كيف يوسع لك الرزق؟ كيف تتحصل على وظيفة وأنت عن المساجد معرض؟ كيف ترتقي أمة؟ دول الكفر قد تحالفت وتآلفت وتآزرت على ضرب المسلمين وعلى ضرب دينهم، ونحن إلى الآن في مستنقعات الفواحش والضلالات. كيف ترتقي أمة لا تحسن المعاملة مع ربها؟ كيف نسعد؟ كيف نمجد والمساجد خاوية؟ كيف ننفض غبار الذل والهوان عن رؤوسنا؟ والله لا خير في أمة لا تقدس شعائر الله جل وعلا. سبحان الله، كيف تهنأ بنوم، أو كيف تتلذذ بأكل، أو كيف تستطعم بشراب وأنت تعلم بأن الله عليك ساخط؟ كيف تنام في إحدى الليالي وقد أتبعت هذا النوم وقد أسبقته بذنوب وبفواحش؟ كيف تستطيع أن تنام ليلة وأنت تعلم بأن الله قد سخط عليك؟ يأتي رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: حدثني ما واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب. فقال رضي الله عنه: فرض على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس فيه أعجب، والصبر في النائبات صعب، لكن فوات الثواب أصعب، وكل ما يرتجى قريب، والموت من ذاك أقرب.